رغم طبعا الاخبار عن التحسن في حاله الشناوي محمد الشناوي، لكن عرفنا ان في يعني مشكله في مشاركه محمد الشناوي في مباراه الوداد. المشكله دي ممكن تتحل في الامطار الاخيره، لكن الاقرب الى الان الاقرب لحراسه مرمى النادي الاهلي امام الوداد هو مصطفى شوبير. ومصطفى شوبير قدها وقدود، عشان بس ما حدش يخاف. الاهلي عنده 3 حراس، اي واحد يقف فيهم. طبعا الشناوي ده حاله خاصه، ده الحارس الاول في مصر بلا منافس. محمد الشناوي الحارس الاول في مصر بلا منافس، بلا منافس. هو بيتم تجهيزه، هو مصاب، لكن دايما الاصابات في السمانه خادعه خادعه. يعني لازم يعمل تيست مره واثنين وثلاثه، لان عندنا مباراتين، هي مش مباراه واحده، ده مباراتين، مباراه ذهاب ومباراه عوده. الاهم طبعا مباراه الذهاب هي مهمه طبعا لانك تخلص الامور، لكن مباراه العوده مهمه جدا بقى تحت الضغط والجماهير. ان شاء الله محمد الشناوي هيشارك في مباراه العوده، هيشارك ان شاء الله في مباراه العوده. لكن المباراه الاولى اتمنى ان هو لو مش جاهز 100% ما خاطرش بيه. مصطفى شوبير قدها، واحنا شفنا علي لطفي لما نزل برضه كان قد المسؤوليه. الحراس الاهلي لما بينزلوا تحس ان هم بيلعبوا كل فتره، رغم ان هم ما بيلعبوش، لكن تحس ان هم رجلهم في الملعب. ده معناه ان هم بيتدربوا كويس، وبيتدربوا مع مين؟ مع الشناوي. لازم هيتدربوا كويس. فان شاء الله كل التوفيق لمصطفى شوبير، لو هو هيشارك قدها يا اوفا. وان شاء الله يعني تكون بقى بداية تسطير تاريخ لمصطفى شوبير. محمد الشناوي لو جيز في الوقت الأخير، الشناوي خلاص، يعني مين هيتكلم؟ يعني الأمن والأمان في حراسة. ده بالنسبة لبعض الأمور الخاصة بالدوري. ماذا عن الأهلي اللي بيلعب في الدوري واللي بيلعب برضو نهائي قاري مهم جدا أمام الوداد يوم 4 6 و11 من الشهر المقبل بإذن الله؟ كل الأنظار متجهة ناحية محمد الشناوي، فهل يغيب الشناوي عن مواجهة الذهاب على الأقل أم يلحق بها؟ محمد الشناوي عنده إصابة في عضلة السمانة، والإصابة قوية، وبالتالي الأهلي بيسابق الزمن لكي يلحق قائد الفريق بالمواجهتين المقبلتين على المستوى القاري. شد في السمانة، فجلسات يومية مكثفة بتصل إلى حد 3 جلسات علشان يتم يعني محاولات انه يلحق بالمباراة. وبحسب ما تواصلنا مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي، فاللاعب اقترب من العودة انه يلحق مباراة الوداد. كده كده هيغيب عن الماتشين اللي جايين محليا، سواء بسبب الايقاف او بسبب انه مصاب، فبيتم تجهيزه للمواجهتين الاهم في نهائي دوري ابطال افريقيا. الجهاز الطبي حقن الشناوي بالبلازما. من واقع متابعتنا احنا لتاريخ محمد الشناوي مع الاصابات، فاللاعب عنده قدره انه يتحامل، بل وعنده قدره على عوده سريعه في الوقت اللي يكون مثلا متحدد 10 ايام، بتلاقيه رجع بعد 5 شهر، رجع بعد نص شهر. فهو دايما عنده الاصرار والرغبه والالتزام بانه يعمل التدريبات الاستشفائيه، وانه يبقى بيتمرن بانتظام ويزود الجلسات، وعنده استجابة سريعة للعلاج ما شاء الله. فده اللي بيعول عليه الأهلي دلوقتي، وده اللي بنسبة 100% محمد الشناوي شغال عليه، وعنده استعداد لو ما كانش 100% جاهز انه يؤدي بأداء اللاعب المعافى بنسبة 100%، رغم ان هو مش جاهز 100%. فهو بيحاول يشتغل على ده دلوقتي النادي الأهلي علشان يلحق محمد الشناوي المباراتين. ده بيجي بينما امبارح بديل محمد الشناوي الاول علي لطفي تعرض لاصابه بتمزق في العضله الخلفيه امبارح. ممكن تسميه شد قوي، لكن في قلق ان هي تكون تمزق يعني. فالموضوع انه لسه معاك مبدئيا كده، مبدئيا 10 ايام يغيب فيها علي لطفي عن المواجهتين المقبلتين او عن مباريات الاهلي، وبالتالي مبدئيا كده هيغيب عن ماتشين الدوري، ولسه هنشوف ماتش الوداد. وضع طبعا صعب جدا بالنسبة للأهلي في المرحلة الحالية. محمد الشناوي مش واضحة الأمور بنسبة 100%، علي لطفي مش واضحة الأمور بنسبة 100%، وبالتالي مصطفى شوبير البديل اللي امبارح
مش عايز اخش لها بس نروح معلش. انا كنت عايز اريحك من الكوره شويه والله، بس الشباب فوق قالوا لي عايزين نسمع استاذ حسن، هو الاهلي هيكسب البطوله ولا لا؟ بص، في سكتين حصلوا مع الاهلي في البطوله دي. اول ما طاهر الطاهر ضيع البينالتي بتاع الهلال، ناس كتير قوي قال لك ده اهلي كده هياخد البطوله. ايوه، لان القدر الدراما يعني دي الدراما دي سكريبت الكوره زي ما بيقولوا. الدراما دي اما خلاص الاهلي كان طالع صح. الدراما دي انا خوفتني اكتر. انا بخاف من الدراما لان الدراما ممكن يبقى فيها دراما. تمام. اتسالت قبل ماتش الوداد وسان داونز، انت تفضل الاهلي يلعب مع سان داونز ولا الوداد؟ والله انا عارف ان الناس هتختلف معايا وكل واحد ليه وجهه نظر. انا قلت سان داونز، وهي احسن فرقه بتلعب كوره في افريقيا. عشان الجيم مفتوح. انا بشوف ان اللي يلعب جيم مفتوح مع الاهلي بشخصيه الاهلي دلوقتي والتكتيك اللي بيلعب بيه مارسيل كولر والتطور اللي حصل في اداء الفريق، يقدر يتعامل بصوره مختلفه مع سان داونز. هو بس عشان دلوقتي على طول هو اللي بيتفرج علينا يقول لك ايه، ما هو الاهلي لعب مباراه مفتوحه قدام الاهلي في مباراه العوده في دور المجموعات وخسر 5. لا انا مش بتكلم على الاهلي، انا بتكلم على الاهلي مع مارسيل كولر. لا اللي تطور ما بعد هذه المباراه بالظبط. حصل تطور. وبعدين تجربه موسيماني مع سان داونز، ما هو كان كسبان 2-0 في القاهره وراح هناك عقد سان داونز، خلاه ماسك كوره طول الوقت بس مش عارف يقرب بال 18. صحيح مثلا يعني. صحيح. فانت كنت شايف ان احنا نلعب؟ انا شايف كده سان داونز، ولان يعني شكل القوه بتاع اي فريق بيختلف من فريق للاخر. يعني في فريق زي سان داونز قوي لانه بيهجم كله، ده قوه. بس لما تسال نفسك هو ازاي فرقه زي دي بتلعب كوره حلوه وما بتكسبش بطولات مره واحده بس؟ تفتكر ماتش الوداد الاخير تعرف هي ليه بتخسر بطولات؟ لان ان هم هو الجمله اللي هي بتاعت ما عندهمش شخصيه. مش ما عندهمش شخصيه، شخصيه البطل يعني. لا مش شخصيه البطل. ما بيقدرش الفريق يعني يلعب بتركيز شديد جدا طول 90 دقيقه. بيبقى في اخطاء ساذجه جدا بتضيع الكره الحلوه والانتصارات الحلوه اللي هو بيعملها. الوداد زي شمال افريقيا، بيركز وبيلعب بتكتيك وبيدافع مش بيفقد تركيزه. طبعا ما نبصش للترجي، الترجي في حاله يعني صحيح. صعبه جدا دلوقتي. صحيح. ما هوش الترجي البطل اللي احنا عارفينه يعني. صحيح. ولا الرجاء، عشان الرجاء حتى مش في افضل ولا الرجاء طبعا. بس الرجاء عمل ماتش هنا شوط اول كان كويس جدا قدام الاهلي. في النهايه هو الاهلي عايز يبقى بطل، ما يهموش هيلعب مع مين. هو في بطل، وهو مارسيل كولر قال كده على فكره، قال انا مش هختار قبل سان داونز والوداد. صحيح. قال انا مش هختار العب مع مين، لان هو عارف كويس. هو لو عايز البطوله يلعب مع ده او يلعب مع ده لازم يكسبه.